السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ قلت في اخر الحلقه اللي فاتت هتكلم المره الجايه عن وسائل نفسيه لتقويه ارادتنا. طب ايه الوسائل دي؟ اول حاجه الالهاء، انك تلهي نفسك. يعني ايه؟ احكي لكم تجربه المارشميليو. جابوا مجموعه اطفال، ادوا لكل واحد فيهم بونبونايه. قال له كل واحد فيهم لو استنيت ربع ساعه من غير ما تاكل البونبونايه دي هديك واحده تانية. ولاحظوا الاطفال اللي اكلوا بونبونايه طبعا ما اخدوش حاجه. طب الاطفال ما اكلوش اخدوا بونبونايه تانية. طب عملوا ايه الاطفال اللي ما اخدوش؟ يودوا وشهم من الناحيه التانية وقعدوا يفكروا في اي حاجه تانية بعيد عن البونبونايه اللي قدامهم عشان ما ياكلوهاش، يا اما غمضوا عينيهم. هو ده جوهر الفكره، انك اما تيجي تواجه اي حاجه تغريك الهي نفسك او تجنب الحاجه دي. يعني مثلا انا بمشي في شارع، انا واحد يعني بحب الاكل، بمشي في الشارع اللي فيه المطعم، بشم ريحه مثلا كشري في الشارع، بلاقي نفسي خلاص عايز اكل، اروح اكل الكشري. الحل ما تمشيش في الشارع ده، دي طريقه. في طرق تانية طبعا، يعني ايه غير كده؟ بس يعني قبل ما ادخل في الطريقه التانية عايز اقول مثلا يعني عن قوه الالهاء، وانك ما تفكرش وتفكر في حاجه تانية ساعه ما تواجه. يعني مثلا ماشي جنب المطعم، افكر في اي موقف حصل لي، ويا ريت لو موقف يعني ايه يسد نفسك عن الاكل. فكر في موقف وحش حصل لك، الموقف ده كل ما تفتكره تتسد نفسك. مثلا يعني سقطت في الامتحان، يعني حد غلط في حق، وتلاقي نفسك بتتسد نفسك، ماليش نفس اكل. يعني اصلا قوة الارادة، احنا بنتكلم قوة الارادة كل ده عشان نعرف ازاي نخس. وفي حاجات هنتكلم عنها بعد كده عن الخسسان برضو بشكل اوسع. يبقى الطريقة الاولى الالهاء. وطبعا قوة الالهاء دي بتبانش بس ايه عند المطعم، دي بتبان كمان في المعارك. الجنود في المعارك ساعة ما هو منغمس، يعني حصلت أكتر من مرة، لاحظوا الجنود في المعارك وهم منغمسين في القتال في الحرب ممكن يتصابوا من شظية قنبلة مثلا، ومش حاسس بالألم بتاع الإصابة. ليه؟ لأنه مغموس عقله في الكامل إزاي يقاتل العدو اللي قدامه. بس التطبيق بتاعها إيه؟ إن أنت لما تواجه أي مصدر إغراء تتجنبه. يعني تجنب امشي في الشارع في المطعم. أول حاجة التانية بكل بساطة كده افكر في حاجه تانية، وريت تكون حاجه تسد نفسك عن الاكل. اي موقف زعلك في حياتك، الموقف ده ما بفتكره خلاص نفسي اتسدت على الدنيا كلها. فكر فيه وانت ماشي في الشارع في المطعم طالما مش قادر تتجنب. طب ايه غير الالهاء؟ اليوجا دي رقم اتنين. انا مش قادر افكر في حاجه تانية، اوقف التفكير نهائي، ما افكرش في حاجه خالص. وده اللي بتعمله اليوجا. غير كده اليوجا بتعمل ايه؟ زي ما اتكلمنا في الفيديو الاول عن تقويه الاراده، بتساعد على افراز الاندروفين في الجسم. الاندروفين اللي بيخليك ايه؟ هادي، تتحمل الالم. الاندروفينات والاننداميدا بيخلوا ايه؟ بيعملوا على ايقاف الشعور بالالم. طب احنا اتكلمنا عن الاندروفينات المره اللي فاتت، نتكلم شويه عن اليوجا. ازاي اليوجا بتشتغل اصلا؟ انت ما بتركز في اي حاجه قدامك، بتشتغل شبكه في المخ. الشبكه دي بتوقف شبكه التفكير. كل حاجه انت بتعملها ليها شبكه في المخ. التفكير ليه شبكه، التركيز ليه شبكه. لما تشتغل الشبكه المسؤوله عن التركيز تتعطل الشبكه المسؤوله عن التفكير. حتى ما بيقول لك لما تيجي تصلي ركز بعينيك في نقطه معينه. انا نفسي جربتها.
والطالب مره جالي ايه يشتكي لي ان هو بيسرح في الصلاه، قلت له ركز عينيك في نقطه معينه في سجاده الصلاه. انا جربتها على نفسي، بلاقي نفسي ما بركز في نقطه معينه وانا سرحان في الصلاه، الافكار بتروح من دماغي، بتيجي الفكره في دماغي بس انا مركز، الفكره بتتلاشى بتدوب. يبقى هو ده جوهر اليوجا، شبكه التركيز تعطل عمل شبكه التفكير في المخ. كنت دايما بقول تمرين يوجا للطلبه عندي يعملوه. هو التمرين ده، جيب عداد تسبيح حطه في صباعك، جيب قطن حطه في ودانك سدادات اذن. دي النقطة الأولى. والنقطة التانية، النقطة التالتة، جيب شمعة وجيب الموبايل بتاعك وحط الموبايل جنب الشمعة واعمل التنبيه فيه يكون ضوئي. يعني ايه؟ يعني بعد ربع ساعة الموبايل ينور. حط عينيك على الشمعة، بس قبل ما تبتدي التمرين ده، قبل ما تحط عينيك على الشمعة قول بصوت عالي: أنا عيني هتركز على الشمعة، لا هتروح يمين ولا هتروح شمال. دي النقطة الأولى. ولو راحت يمين أو شمال هرجع أركز عيني على الشمعة تاني وهضغط إيه؟ على الزر بتاع العداد. أول ربع ساعة، بعد ربع ساعة لقيت نفسي بركز على الشمعة جامد، بس غصب عني عيني طرفت اليمين أو الشمال. معنى طرف العين ده إنك سرحت في حاجة، لأن السرحان بيرتبط بإيه؟ باتجاه حركة العين. طيب، ايقاف السرحان بيرتبط بتركيز العين. يعني عيني حاولت كده، عيني حاولت كده، بستمر بقى في الفكره اللي جات لي في دماغي. طب عيني ركزت كده، يبقى الفكره هتدوب. طيب عيني غصب عنك هتسرح وعينك، انت دي فايده بقى اللي انت بتقول لنفسك قبلها ايه: لو عيني راحت اليمين او الشمال برجع عيني تاني، بوقف السرحان وبعد لنفسي. بعمل ايه؟ انا عيني راحت اليمين، ارجع عيني تاني على الشمع واعد واحد، كذا 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 كذا، كل مره بعيد. اول ما الموبايل ينور خلص التمرين، خلاص بشوف مثلا عملت المره دي 5 عدات سرحان. طيب المره اللي بعديها بيكون بقى بيجي لي ساعتها ايه اللي انا مش عايز ال5 دول يطلعوا تاني. بيجي لك بقى فكره قويه كده بتسيطر عليك، فتلاقي نفسك المره التانيه 4 مرات بس، المره التالته 3 مرات، المره الرابعه مرتين، المره الخامسه مره. بعد كده ممكن عينك ما تروحش يمين ولا شمال، خلاص بعد كده انت ما سرحتش وتركيزك زاد. يبقى ده تمرين يوجا ممكن اي حد يعمله، بيرفع قدرتك على التركيز جامد. طبعا في ناس هتستصعب التمرين ده، لسه هجيب شمعة ولسه هجيب عداد احطه في ايدي كذا وكذا وكذا وكذا. حاجة سخيفة شوية انا عارف. انا عندي خبرة شوية في تصميم موقع الانترنت. في موقع ان شاء الله نحط لكم اللينك بتاعه، وموقع امن جدا، لا فيه تروجان ولا اي حاجة. انت يعني ثق بالله ان انت هتدخل عليه ويشتغل معاك. اسمه ايزي مديتيشن، موقع بالانجليزي كله، انا مصممه باذن الله على بلوك سبوت. الموقع ده بدل ما تجيب شمعة بتاعتك كلها هتجيب سدادات اذن، ممكن تشغله على الموبايل ممكن تشغله على الكمبيوتر. الموقع ده بكل بساطة كده في about instructions start meditation send feedback، كله بالانجليزي. about يعني عن فكرة البرنامج، instructions تعليمات اللي انا لسه قايلها دلوقتي كده بقى كلها بالانجليزي. بعد كده ايه؟ start meditation، دي الحاجة اللي احنا هنهتم بيها. وسند فيدباك دي صفحة تعليقات ليف يور اوبينيون، واستنى لحظة كده هيظهر قدامك مربع كده تكتب فيه، تظهر دخول على الفيسبوك وتكتب تعليقك على التجربة اللي انت مريت بيها معايا، يعني سواء عجبتك او ما عجبتكش. ستارت مديتيشن هتدخل تلاقي ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4. كل ليفل من دول تفتحه هتلاقي قدامك شمعة، وتلاقي زرار كده بيظهر على الشاشة كاونت. هو نفس الفكرة، بدل ما تجيب شمعة والكلام دول كل اللي تحتاجه بس تسد ودانك، وقبل ما تبتدي تقول عيني هتفضل على ايه؟ على لهب الشمعة اللي بشوفه على الموبايل او على اللابتوب، لا هتروح يمين ولا شمال، نفس الكلام لسه قايله من شوية.
بس كل ما عينك تروح ليمين او شمال هتضغط على الكاونت اللي جنب الشمعه. وبعد الليفلات 5 دقايق ليفل 10 دقايق الليفل التاني، الليفل التالت 15 دقيقة، الليفل الرابع 20 دقيقة. 5 دقايق بتتدرب عليهم ان انت ايه، عينك لا تروح اليمين والشمال، طبعا هتروح، ده لازم تسح كذا وكذا، بس كل ما تضغط تلاقي عينك راحت اليمين والشمال تعمل كاونت. بعد ما بتخلص، بعد ما 5 دقايق يخلصوا بتطلع قدامك شاشة بيقول لك انت ايه الذهن بتاعك بالانجليزي كده، your absent indicator، your mind absent indicator يعني مؤشر غياب الذهن كان كذا عدد مرة، العدد ده هو عدد المرات اللي انت سحت فيها عينك راحت اليمين والشمال. بعد ما تلاقي نفسك خلصت 5 دقايق بايه، خلاص بقيتش تسرح، ادخل على 10 دقايق، بعد كده الربع ساعة، بعد كده 20 دقيقة. فاحنا النهارده اتكلمنا عن ايه؟ ويا ريت يعني لو يعني تكتب لي تقييمك للموقع في ايه، في صفحة السند فيدباك اللي انا سايبها فيه، والناس تشوف تعليقك على الموقع وطمنه تماما الموقع آمن. وده يعني أول موقع أنا عامله، عندي لسه أفكار يعني على التمويل المغناطيسي، عايز أعمل موقع تمويل مغناطيسي إن شاء الله كده قريب. دي في أول موقع أنا عامله يعني إن شاء الله بناء على خبرة البرمجة اللي عندي، هو الموقع بتاع اليوجا. بعد كده بإذن الله أعمل عن التمويل المغناطيسي مقاومة التدخين، يعني ان شاء الله اعمله وبرفعه يعني ساعة ما اعمله يعني، بس هي فكرة في دماغي. بكل بساطة كده انت ايه اللي اتكلمنا عنه في حلقة النهاردة، ان انت عايز تتحكم في نفسك، يا اما تلهي نفسك تفكر في حاجة تانية مزعلاك، مثلا لو انت ماشي جنب مطعم كشري علشان تتسدي نفسك وما تدخلش، او تتجنب تمشي في المطعم ده اللي خدناه من تجربة المارشميليو، يا اما تمارس اليوجا توقف التفكير تماما. قلت التمرين بتاع الشمعة بتاع العداد ده لو انت عايز تعمله اعمله، او الايزي مديتيشن ان شاء الله انا احط لينك بالموقع يعني. لسه في برضو كلام شويه في تقويه الاراده، والمره الجايه برضو ان شاء الله هنتكلم عن الوسائل النفسيه لتقويه الاراده. عن اذنكم.